أعلن اليوم صبري اللموشي على قائمة المنتخب لكأس العالم. قائمة رغم اختلاف الكثير عليها إلا أنها شهدت تغيير كبير، جيل جديد وروح جديدة للمنتخب. وقبل ما ندخل في الموضوع، أنا عمر، وإذا عجبك المحتوى اللي نقدمه فيه ما تنساش تدعمنا بلايك ومتابعة باش يوصلك كل جديد. في حراسة المرمى، الواضح إنه اللموشي اختياراته كانت فنية بامتياز، بعد أن تم اختيار على 3 حراس فقط، وهم أكثر 3 حراس متألقين الموسم هذا. في الدفاع اللموشي اعتمد على أسماء بين الخبرة وأسماء شابة، كما الطالبي اللي يمتلك خبرة كبيرة، وأسماء متألقة كما عروس ورقيق. وسط الميدان بالنسبة لي متكامل بين الدفاع كيما السخيري وخضيرة، بوكس تو بوكس كيما المجبري، وهجومي كيما بن سليمان والغربي. لكن نقطة استفهام بالنسبة لي هي الهجوم. المستوري معوض للؤي بن فرحات اللي ما احترمش المنتخب وقلل من قيمته، وما يستاهلش يكون في المنتخب لا في الحاضر ولا في المستقبل. لكن تعويضه بالمستوري على أي أساس؟ مهاجم شاب كان من المفروض تغييره بمهاجم شاب ومتألق. وحتى إذا تسكرت الخيارات في الشبان، أبسط الأمور مهاجم هداف وعنده أرقام. هذا بالنسبة لي خطأ من لموش. بالنسبة لي التشكيلة متوسطة، الدفاع والوسط أسماء اللي كان لازم تجي جات، لكن في الهجوم ضعف كبير بسبب قلة نجاعة اللاعبين الموجودين. بخلاف التونكتي ما فماش حتى مهاجم حاسم قدام المرمى. إن شاء الله ينجح اللموشي بالقائمة هذه إنه يقدم وجه مشرف للمنتخب. وإذا وصلت لهنا متنساش تدعمنا بلايك وابوني باش يوصلك كل جديد.